السلام عليكم وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة دفعة 2025. معاكم مستر وليد أنديل. طبعا احنا شغالين في حل مراجعات. طبعا احنا في شهر 5. ما تقلقش لسه قدامك شهر وشوية على الامتحانات اللي هي المواد غير مضافة للمجموع، فقدامك فرصة كويسة انك تذاكر تاني وانك تحل كتير وربنا يكرمك ان شاء الله. ما تقلقش. النهارده هنبدأ نحل شوامل على المنهج كله. أول شامل عندنا الامتحان التاني في كتاب مندليف، الامتحان الشامل. معايا كده بطل، طلع ورقة وقلم وحل معايا قبل ما أنا أحل ونقارن الإجابات ببعض بالتوفيق يا رب. يلا بينا. أول سؤال بيقول إيه؟ محلول يحتوي على أملاح صوديوم إكس وواي، تمام؟ اتحط عليه نترات نحاس 2، اتكون راصب، وبعدين حطينا كلوريد الباريوم كون برضه راصب. يبقى الاملاح دي ايه؟ مع النحاس عملت راصب ومع الباريوم عملت راصب، الاثنين عملوا راصب. يبقى اكيد اللي مع النحاس دي كبريتات، اللي مع النحاس دي كبريتيد اس، واللي مع الباريوم كبريتات. فطبعا كلوريد مش هتكون راسب مع الاثنين، نترات ما تنفعش، سي ال ما تنفعش، كبريتيد شغاله راسب مع النحاس وكبريتات شغاله راسب مع الباريوم اللي هي بي اس 4، فاختار رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول اكس اتحط على زد راسب لون اصفر اسمه زد فداب، واتحط راسب اصفر ما دابش، وعلى ابيض داب. طيب احنا عندنا 2 صفر في المنهج كله، اي جي اي واي جي 3 بي او 4. اللي بيدوب فوسفات، يبقى اكيد ده فوسفات فضه، يبقى الزد فوسفات فضه. واللي بيدوبش يوديد فضه، واللي بيدوب هو كلوريد فضه. امال ايه بقى ده مستر؟ NH4OH محلول النشادر. ما هو محلول النشادر مع فوسفات الفضه الراسب الاصفر بيدوبه، مع يوديد الفضه الاصفر ما بيدوبوش، ومع اي جي سي ال برضه بيذوب وبسرعه كمان. فاختار ان الدبليو بالنسبه لي اصفر لا يذوب يبقى اي جي اي، والزد اصفر يذوب يبقى فوسفات فضه، والواي ابيض يذوب اي جي سي ال، فاختار رقم ج. السؤال اللي بعده هو عمل 4 تجارب باستخدام اتش سي ال مع كربونات الكالسيوم، وبعدين رسم علاقه بين حجم الغاز CO2 المتصاعد والزمن. في كل التجارب ال4 خد نفس الحجم الحمض، نفس الحجم الايه؟ من الحمض، الحجم واحد، كميه واحده يعني، بس يغير التركيز او غير الحراره. طب غير التركيز يعني غير عدد المولات، بالتالي النواتج مش هي لكن بقى السرعه هتختلف، برضه السرعه هتختلف من واحد للتاني. فبقول لك ايه الصح بالنسبه للتجربه دي؟ شد دماغنا نمسك زمن معين ونطلع من عنده كده. هنا مثلا عند الزمن مثلا 3، نطلع كده اهو عند الكل. هو اللي يميله اكبر هو الاسرع طبعا، يعني 1 كده، دي 1 دي اسرع واحده، يليها 2 يليها 3 يليها 4 عند زمن معين، فتبقى 1 اسرع حاجه، 2 3 4. فبيقول لي الصح ايه؟ تركيز الحمض في التجربه 3 اقل من 1. 3 اهي اقل من 1، 1 اسرع فعلا، فهي الاجابه صح، مش محتاج نكمل السؤال. اللي بعدها بيقول ما اثر زياده الضغط على المعادلات دي، وقال السهم لو كده يعني ماشي عكسي، السهم لو كده
ماشي طردي. لو حرف اكس معناه مش هيأثر. طيب في اول واحد هنا سوليد وهنا غاز، واحد غاز بس، انا لما هزود الضغط هيمشي عكسي. ليكويد وليكويد الضغط ما بيأثرش، سوليد وسوليد الضغط ما بيأثرش، غاز وغاز بس هنا مول وهنا 2 مول، لو الضغط زاد هيمشي عكسي، هيمشي عكسي. طب هنا غاز وغاز نفس عدد المولات، يبقى الضغط ما يأثرش، يبقى عكسي لا يؤثر لا يؤثر، عكسي لا يؤثر، عكسي 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 لا يؤثر لا يؤثر، عكسي لا يؤثر. الرقم ج. اللي بعدها C7H8O مركب اروماتي، اروماتي اوكي، ما بيتفاعلش مع NaOH، اسف بيتفاعل مع NaOH، بيتفاعل. طالما بيتفاعل مع NaOH واروماتي يبقى اكيد ده تبع الفينولات. تبع الايه؟ الفينولات، مش تبع الكحولات يعني. طيب 7-8O تمشي كده، حلقه خارج منها ميثايل وجنبها OH، تمشي. ممكن تبقى حلقه خارج منها ميثايل والتالتة OH، وممكن حلقه خارج منها ميثايل والرابعه OH. هو عموما معروف ان لو البنزين كان ثلاثي الاحلال يبقى انا عندي، او ثلاثي الاحلال، انا عندي 3 ايزومرات، فينفع 1 2 وينفع 1 3 وينفع 1 4، فعندي 3 احتمالات رقم ألف. مفيش غير كده، خد بالك. يعني مثلا لو طالب فكر في دي وقال حلقه CH2OH، اقول له غلط. ليه؟ عشان ده كحول، والكحول ما بيتفاعلش مع النيوتش، يبقى لازم انا اختار فينولات. اللي بعدها مين المحلول اللي بتزيد درجه تعيونه وتقل BOH بالتخفيف؟ هو عموما من غير ما اعرف السؤال اكيد حمض، وحمض ضعيف. ليه؟ اي حمض ضعيف، اي حمض ضعيف لما تخففه تركيز H موجب بيقل ودرجه تعيونه بتزيد، بس البي او اتش برضه بتقل، لان في علاقه طرديه بين تركيز اتش موجب والبي او اتش. فانا عاوز اختار حمض ضعيف عشان التأين يزيد والبي او اتش تقل، فاختار حمض ضعيف. حمض ضعيف ده قاعده قويه، ده حمض قوي، دي قاعده ضعيفه، لكن ده حمض ضعيف. على طول اختياري حمض ضعيف. اللي بعدها الصيغه البنائيه تمثل استر، ده استر، ريحه الاناناس جميله، يعني مش قصه اناناس. المهم عاوزين الكحول اللي دخل في تركيبه. احنا لو بنفهم، احنا قايلين دايما في اي قسطره انا بفعل كحول، حمض مع كحول، حمض مع كحول، وباخد اتش من الحمض مع اتش من الكحول يكون استر. طيب لو انت عاوز ترجع الاستر زي ما كان، ترجع الاتش للكحول وترجع الاو اتش للحمض، الاتش ترجع للكحول والاو اتش ترجع للحمض. طيب هنا بصوا لما اجي افكها كده، افكها عشان تبان هي سي اتش 2 ماسكه في سي اتش، ماسكه في سي اتش 2، وبعدين او، وبعدين سي او، وبعدين سي اتش 2 باي 4 4 مرات يعني، وفي الاخر سي اتش 3. ده اللي قدامنا كده الاستر اهو. انت عاوز ترجعه لاصله، تكسر من هنا وترجع الاتش هنا وترجع الاو اتش هنا، هنا او اتش
ولا الاتش. بس خد بالك هنا في رابطه مزدوجه بين السي والسي، يبقى مليون في المية الكحول المستخدم رمزه CH2 رابطه مزدوجه CH2OH، يعني كحول غير مشبع، فدور على CH2 رابطه مزدوجه CH2OH. ادي CH2 رابطه مزدوجه CH2OH، الاجابه رقم ج. اللي بعدها ايه؟ هو عاوز ايزومر اكس. اول نعرف مين اكس. المركب ده عامل ازاي؟ عامل كده CH3 C معاه 2 Cl CH3، اما تحط لها 2 OH هتشيل 2 Cl وتحط 2 OH كده، ما تستحملش تفقد ميه، تقوم شايل ميه كده فيتكون بروبانون اسيتون، ده اللي يتكون. بس انا مش عاوز ده، انا عاوز الايزومر بتاعه. الايزومر بتاع الاسيتون هو بروبانال CH3 CH2 CHO، مع الالدهيد والكيتون ايزومرين، يبقى بروبانال. فالكلام على مين؟ على بروبانال. هل البروبانال بينتج من تفاعل بروبين مع H2O2؟ طبعا غلط، بيكون بروبين جلايكول. هل بينتج من هيدرة حفزية للبروباين؟ البروباين بيطلع كيتون، بيطلع اسيتون. انا مش عاوز ده، انا عاوز ده. هل بيختزل برمنجانات بوتاسيوم؟ طبعا، مع CHO مجموعة قبل الاختزال وبرضه قبل الاكسده، وبالتالي ج شغال معاك. السؤال اللي بعده، حمض استيك اختزلته ب2 مول من الهيدروجين، هيطلع طبعا كحول ايثين ايثانول. نزعت منه ميه عند 180 هيكون ايثيلين. كم انه فوق وسط قلوي تفاعل باير هتكون ايثيلين جلايكول. عملت له اكسده، دي كحول اولي ودي مع كحول اوليه، الاثنين اولي، فيكون مجموعتين كربوكسيل اللي هو حمض الاوكزاليك. اوكزاليك. ايه بقى اللي صحيح ما عدا؟ المركب واي اللي هو الايثيلين بيخش في تركيب البي اي بولي ايثيلين، دي صح. المركب زد ايثيلين جلايكول بيخش في صناعه البي اي جي بولي ايثيلين جلايكول، صح. اكس اللي هو الكحول بيخلط مع الجازولين وكل السيارات، صح. لكن هل حمض الاستيك والاوكزاليك نفس القاعديه؟ طبعا غلط، ده احاد القاعديه لكن ده ثنائي القاعديه، يبقى الاجابه د. بعد كده اتشابه حمض الجليكوليك مع حمض اللاكتيك في الخواص الكيميائيه. طبعا نفس الخواص الكيميائيه، اذا نفس المجموعات الفعاله. طيب حمض اللاكتيك CH3 CHOH COOH، يبقى انا عاوز مجموعه كربوكسيل ومجموعه كحوليه، كربوكسيل وكحول. ده كربوكسيل وامينو ما تنفعش، كربوكسيل وكيتون ما تنفعش، كربوكسيل ومجموعه كحول هيت تمشي، 2 كربوكسيل ما تنفعش. يبقى الاجابه ج. ما هو طالما نفس الخواص الكيميائيه اذا نفس المجموعات الفعاله. طيب عدد مجموعات الميثيلين في الجزيء الواحد من ايثايل بنتان، نشوف ايثايل بنتان اهو 1 2 3 4 5، واكيد الايثايل في رقم 3 جباري يعني، ده ايثايل بنتان. عاوزين ميثيلين، ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. في ميثيلين تاني؟ مفيش، دي CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3، 3 مجموعات ميثيلين فقط، ميثيلين. امال كم ميثايل؟ 1 2 3 برضه ميثايل. يبقى الميثايل ادي الميثيلين.
وجريت عمليات تاليه عشان تحول كربيد كالسيوم الى حمض سلسلك. فعاوز العمليه الاخيره اللي هي زد دي. طيب الاول انا ممكن ابص السؤال اصلا بس شغل دماغي شويه. انا عاوز اجيب سلسلك، يعني عاوز اجيب حلقه COOH وجنبها OH، ده السلسلك، عاوز اجيب ده من كربيد كالسيوم. بص يا حبيبي، شفت كربيد كالسيوم في الامتحان حط له ميه، حط له ايه؟ حطيتنا ميه بقى اسيتيلين، بقى ايه؟ استيلين. عاوز بنزين اقوم عامل له بلمره، يبقى دي بلمره كده بقى بنزين. البنزين عاوز احوله لده اقوم عامل له الكاله كده بقى تولوين. التولوين اعمل له هلجنه بالكلور، ادي التولوين اهو، هلجنه بالكلور يخش في قرص كلور تولوين. ثم اعمل تحلل مائي قلوي عشان ده اهي تتحول ل OH، يبقى حلقه CH3OH قربت اهي. في الاخر خالص بقى عشان احول ده اهي الى كربوكسيل اعمل اكسده، اعمل ايه؟ اكسده، يبقى حلقه COH جنبها OH. تاني يا غالي، حطينا ميه بقى استيلين، بلمره ثلاثيه او حلقيه بقى بنزين، تعمل له الكاله بقى تولوين، ثم هلجانه بقى قرص كلور تولوين، ثم تحلل مائي قلوي بقى هيدروكسي تولوين او ثنائي او O2 هيدروكسي تولوين او اورثو هيدروكسي تولوين ايا كان، ثم عملنا اكسده مجموعه CH3 بقت COH. يبقى زد هي الاخيره اكسده. السؤال اللي بعده، فلز اكس سلسله اولى عامل حفاز عند هدرجه الزيوت كده يبقى نيكل. عدد التات المفرده في ايونه اكس موجب 2 هيساوي المفرده في مين؟ طب النيكل 4s2 3d8، نيكل الثنائي 4s0 3d8، يبقى انا عندي 2 مفرد. ماشي، بدور على 2 مفرد. هنا بيقول عنصر تيتانيوم في اعلى حالات تجسده، اعلى حالات تجسده تي اي موجب 4 بيبقى دي 0، يبقى غلط. الحديد في ادنى حالات تجسده اف اي موجب 2 بيبقى 3 دي فيها 6 يعني 4 مفرد، غلط. كاتيون الفاناديوم في في سي ال 3 ده في موجب 3 فاناديوم ثلاثي. هو اصلا الفاناديوم عامل ازاي؟ 4s2 3d3، هنشيل 3 2 من الاس 1 من الدي يبقى 4s0 3d 2، يبقى عندي 2 مفرد، تبقى الاجابه رقم ج هي اللي صح، 2 مفرد. السؤال اللي بعده، A و B عنصرين ثقليين سلسله اولى نفس العزم، ذرتين نفس العزم، اكيد سكنديوم لان عزم بواحد، ونحاس لان برضه عزم بواحد، يبقى دول سكنديوم ونحاس. طيب سكنديوم ونحاس قال لك جميع مركبات الاي ضايع، شكرا، هي كده الاي سكنديوم والبي نحاس، كده اتحلت خلاص. العنصر A اللي هو السكنديوم اكبر كتله ذريه من النحاس؟ لا طبعا، اقل. السكنديوم له نشاط كيميائي اكبر من البي؟ هو السكنديوم انشط من الكل، خد بالك، لان كل ما بيمشي في السلسله نشاط بيقل، فالسكنديوم انشط من الكل، ده رقم ب. الافران اللي بيتم فيها تحويل اكسيد حديد ثلاثي الى سبيكه على الترتيب، وانا مغمض كده اهو حل السؤال ده. ليه يا معلم؟ اصل انت عاوز سبيكه، يبقى لازم الاختيار الثاني او اخر كلمه في الاختيارات تكون يا محول اكسجيني يا فرن كهربي يا فرن مفتوح. بدور كده على محول اكسجيني او فرن كهربي او فرن مفتوح اللي بنتج سبيكه. فرن عالي لا، ميدريكس لا، فرن كهربي شغال، فرن ميدريكس لا،
يبقى دي فرن عالي ثم فرن كهربي شغال، لان انا بنتج سبيكه. الف طبعا. اللي بعدها ايه اللي صحيح اثناء التركيز؟ التركيز ده فصل شوائب، يعني انت بتشيل الشوائب من الخام، يبقى الشوائب بتقل والخام كتلته بتقل. الشوائب بتقل والخام ككتله بتقل. طيب تزداد نسبه الشوائب، غلط. تقل نسبه الشوائب، دي بتقل والخام كمان كتلته بتقل. الشوائب بيقل والخام بيقل، طبعا دي صح. اللي بعدها عنصر انتقالي اكس يصل لحالة الاستقرار النصفي، يعني 3D5، لما يفقد من الدي الكترونات تساوي المفقودة من الفور اس، يعني معناه فقد 2 من الاس و2 من الدي، فاصبح الدي فيها 5، فقد 2 من الاس و2 من الدي، فالدي بقى 5، يبقى التوتال اللي كان موجود في الاس والدي كام؟ 9، يبقى كان 4s2 3d7، يعني كوبالت. كان الكلام على الكوبالت. الكوبالت لان الكوبالت 4s2 3d7 لو فقد 2 من الاس و2 من الدي بقى دي فيها 5. شوف بقى السؤال بيقول ايه اللي صحيح؟ الكوبالت كتلته الذريه اكبر من العنصر الذي يليه، يعني اكبر من النيكل، وجميع مركباته باره. طبعا الاجابه دي صحيحه 100%. خد بالك عناصر المجموعه الثامنه كلها باره، جميع مركباتها باره. طبعا النيكل شاذ في الكتله الذريه. هنا 18 5% مول من HCl مخفف الى وفره من ملح اكس صاعد غاز كتلته 2 علامه 2 جرام، يبقى الاكس قد يكون ايه؟ لا ده سؤال مخ على طول سريع. اولا طالما صاعد غاز يبقى انا هستبعد الكبريتات واستبعد النترات، لانه قال HCl مخفف. شكرا. الاجابه يا الف يا دال. طيب لو انت لمحت سنه هو حط 500 مول HCl مع وفره من اكس. وفره من اكس يبقى ده العامل المحدد، يعني HCl هو اللي يحدد ليه، لان هنا في وفره اصلا من ملح اكس، يبقى HCl هو العامل المحدد. فاشتغل على HCl وجرب كده مع بعض. انا لو خدت بيكربونات صوديوم NaHCO3 مع HCl هيطلع NaCl وميه وCO2. انا عاوز الغاز احسبه عشان اعرف هو مين، هو قد ايه يعني. طيب وناخد ال HCl لان هو محدد، يبقى HCl قصاد CO2. الواحد مول من ده بيحضر 44 جرام CO2، يبقى ال5 من 100 مول من ده تحضر اكس جرام. هات الاكس تطلع معاك 5 من 100 في 44 على 1 تطلع معاك 2 علامه 2 جرام. يبقى الغاز هو فعلا ملح البيكربونات، اذا مش محتاج اجرب في الكبريتيت خلاص. يبقى انا عملت ايه؟ استبعدت الكبريتات والنترات. هجرب في دي واشوف وجرب في دي واشوف، بس انا جربت في الف طلعت على طول، يبقى الاجابه الف. بالمناسبه تقريبا محلوله ورا غلط تقريبا يعني. تقريبا الجدول ده محلولين A و B قد يكونوا. هو حط هنا كلوريد باريوم مع A ما تكونش راسب. راسب، يعني الكلور عمل راسب ولا الباريوم عمل راسب. لكن لما حط NH4OH تكون هنا راسب، يبقى اكيد ده اهو يا حديد يا ألمونيوم. ما هو NH4OH ماشي. لما حط كلوريد الباريوم مع بي اتكون راسب، وهنا NH4OH ما اتكونش راسب. طيب حلو قوي. نجرب كده ونشوف مع بعض. اللي خدناها من فوق من الف، الاي هو اصلا Cl هتتفاعل مع Cl؟ لا مش هتتفاعل، مش هيكون راسب.
طب البي في اس 4 الامونيوم، طبعا الامونيوم اهو كون راسب. نيجي على البي بقى هنا، كلوريد الباريوم اتكون راسب مع اس 4 شغال. طب لو حطيت ان اتش 4 و اتش مع ده مش هيكون راسب؟ لا هيكون، فدي غلط. الاي اف اي اس 4 ما هو قال مع الباريوم مش هيكون راسب، ما هو الباريوم مع الكبريتات بيعمل راسب، يبقى غلط. تيجي هنا وقال بي اي سي ال 2، طب ما الكلور مع الفضه بيعمل راسب بس وقال مش هيكون راسب، يبقى غلط. نيجي بقى على دال، كلور مع حديد، اصلا كلور هيتفاعل مع كلور اصلا مش هيتفاعل مع بعض فمش هيكون راسب. طيب ان اتش 4 اتش، ان اتش 4 اتش مع اف اي سي ال 3 مع اف اي كون راسب، دي صح، يبقى عندنا دي صح. بي اي سي ال 2 كلور مع صوديوم هيكون راسب؟ لا، بس باريوم مع فوسفات راسب، صح. باريوم مع فوسفات راسب، صح. طب ان اتش 4 اتش مع ده، ان اتش 4 اتش مع الصوديوم هيعمل راسب؟ لا طبعا، فالاجابه تبقى رقم د. اللي بعدها، يقوم غاز ثاني اكسيد الكبريت SO2 كعامل مختزل فيه. هو طبعا هو هيشتغل كعامل مختزل امتى؟ لما يتفاعل مع عامل مؤكسد. فانا اختياراتي عشان ما اقعدش ارغي كتير واضيع وقت في الامتحان بدور على عامل مؤكسد. تفاعل حمض الكبريتيك مع HBr لا. تفاعله ذوبانه في الميه عشان حمض الكبريتوز لا. حديد ساخن مع كبريت Fe مع S هيطلع FeS كده، في اصلا SO2 اساسا لا. لكن طبعا اما تفاعل SO2 مع ثاني كرومات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك، لو تفتكر المعادله ديت، لو تفتكر كان بيطلع K2SO4، فكان الاس داخله موجب 4 خارجه موجب 6، حصل لها عمليه اكسده، اذا ده عامل مختزل، ودي الاجابه الصحيحه لان ثاني كرومات بوتاسيوم عامل مؤكسد. ده الرقم د. اللي بعدها في خلية تنقية النحاس من الشوائب تحتوي على اكس وواي. لو حيث ذوبان اكس وواي، طالما اكس وواي دابوا يبقى هم اقوى من النحاس او انشط من النحاس او فوق النحاس في السلسله. بس لما حط واي في اكس اتغير اللون، يعني واي حل محل اكس، اذا واي انشط حاجه او انشط من اكس يعني. اذا واي انشط حاجه ثم اكس ثم نحاس، وعاوز ترتيب حسب جهد الاكسده، يبقى امشي كده. اقل حاجه في الاكسده اطلع كده، اطلع كده. اقل حاجه في الاكسده نحاس ثم اكس ثم واي، نحاس اكس واي، نحاس اكس واي، نحاس اكس واي، رقم د. اللي بعدها هنا السؤال ده بس في تعديل بس صغير كده، خلي دي 1.6 وعاوز الغير صحيح. شوف كده مع بعض. هنا نيكل اتحط فيه ملح سي، النيكل حصل له اكسده وسي موجب 2 حصل له اختزال وطلع سالبه، ده معناه التفاعل ده غير تلقائي، يعني النيكل ما ينفعش يحل محل السي، يعني السي انشط من النيكل. السي انشط من النيكل يبقى السي فوق والنيكل تحت شويه، وفرق الجهد اللي بينهم 7/10. طيب نيكل ودي، هنا الدي حصل له اكسده، النيكل حصل له اختزال وطلع سالب، ده معناه ان الدي ما يعرفش يحل محل النيكل، يعني النيكل انشط من الدي، النيكل انشط من الدي، معناها ان الدي تحت النيكل، وفرق الجهد اللي بينهم كام؟ 9/10. طيب هنا نيكل اتحط في الايه، الايه اللي حصل له اكسده، يعني ايه حل محل النيكل وطلع بالسالب، يبقى مع ايه طلع بالسالب معناه غير تلقائي، يبقى معناه كده الايه ما يعرفش يحل محل النيكل، يبقى النيكل انشط من الايه،
يبقى النيكل انشط من الايه، يعني الايه تحت، بس خد بالك على فرق الجهد كام؟ 2.4، يبقى الايه تحت قوي. يبقى هنا الايه اهو فرق الجهد 2.4، 2 وكام؟ و4. طب هنا نيكل مع البي، النيكل حصل له اكسده، البي اختزال وطلع برضه بالايه؟ بالسالب، معناه النيكل ما عادش يحل محل البي، او البي انشط من النيكل، يبقى البي فوق. بس هنا طلع كام؟ 1 وشويه، يعني البي ده انشط من النيكل وانشط كمان من السي، فالبي ده فوق خالص. والفرق هنا ما بين الاي والبي، ما بين الاي والنيكل، بين الاي والنيكل 1.15. الاي والنيكل، الاي والنيكل، البي والنيكل قصدي. طيب المهم ان هي بي سي نيكل دي اي. طيب شوف بقى الغير صحيح. الاي ام اف للخليه اللي بين دي وسي، دي وسي هيطلع فرق جهد 1/6، دي صح. والقطب السالب هيبقى سي، سي انود يعني، دي عباره صحيحه. طيب الخليه المكونه من A وB، A وB، A وB، فرق الجهد بينها 3/5. ما انت هتجمع دي، تجمع فرق الجهد 2/4 ده اهو، تجمعه على ده تطلع 3/5، فهي صحيحه. والقطب A موجب يعني كسد، موجب يعني كسد، دي صح. هل ذرات الدي اللي تحت، ذرات الدي تختزل سي موجب 2؟ اللي تحت ذراته تختزل عينات اللي فوق؟ طبعا الاجابه دي غلط. طب نكمل. هل ذرات البي اللي فوق تختزل دي موجب 2؟ دي اجابه صحيحه، يبقى الاجابه الخاطئه رقم ج. اللي بعدها تآكل الحديد، ايه اللي بيحصل؟ اكسده الاف اي موجب 2، دي صح. هو طبعا اكسده الحديد طبعا هي صح، يعني ممكن تكون الاجابه الحديد، افتكر المعادله الكليه، الحديد بيتحول لاف اي موجب 2 ثم موجب 3 في الاخر. بس هو مين اللي يحصل له الاختزال؟ الاكسجين بتاع الميه ولا الاكسجين بتاع الاو اتش، ولا اكسجين الهواء الجوي اللي دايب في الميه؟ طبعا دايب في الميه. فهنا بيقول لك بيحصل اكسجين الميه بيختزل، لا. اكسجين الميه نفسه لا. طب الماء بيختزل الى O-2؟ طبعا لا. طب الماء يختزل الى OH؟ برضه لا. لكن الاكسجين المذاب في الميه يختزل الى H؟ المعادله ايه؟ O2 مع 4 الكترون مع 2 ميه بيطلع 4 OH، فالاو داخله صفر خارجه -1، حصل لها عمليه اختزال. يبقى الاكسجين المذاب في الميه، المذاب في الميه بيحصل له اختزال طبعا، والحديد بيتحول لحديد موجب 2، دي عباره صحيحه طبعا. يبقى رقم د. السؤال اللي بعده مدي جهود ودي معادله. طيب ده جهد اختزال، موجب 4 موجب 3 اختزال، موجب 3 موجب 2 برضه اختزال. نبص على المعادله. المعادله بتقول ان موجب 3 بقى موجب 4، دي اكسده، وموجب 3 موجب 2 ده اختزال. يعني المعادله بتقول ان السي اي موجب 3 ده انود. طيب عاوز تجيب الاي ام اف للتفاعل، يبقى الاي ام اف هي جهد اختزال الحديد موجب 3 ناقص جهد اختزال السي اي موجب 4. طيب هيبقى عندك الحديد يبقى 67 أو 76% ناقص 1/6، يطلع الجواب -84% فولت. فالجواب عندنا هيطلع -84% فولت، سالب، يبقى رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ الكان يحتوي الجزيء الواحد منه على
عدد من الهيدروجين يساوي اكس. الهيدروجين اكس، الهيدروجين تساوي اكس. عند احتراق مول منه احتراق تاني هيطلع ميه قد ايه؟ على طول الميه بتطلع نص عدد الهيدروجين، نص اكس، نص الاكس. طيب يبقى اكس ميه؟ لا. 2 اكس ميه؟ لا. 2 على اكس ميه؟ طب اكس على 2 ميه؟ اه. وهثبتها لك بمعادله بسيطه جدا جدا. يعني مثلا لو انت خدت كده، لو انت خدت احتراق ميثان مثلا، شوف كده معايا، CH4 مع 2 O2 بيطلع CO2 و2 ميه. هنا كام؟ 4، هنا كام؟ 2، يبقى دي نص دي. محتار في الامتحان اعمل مثال وجرب وشوف. يبقى اكس على 2. السؤال اللي بعده، الكتله الموليه للبوليمر المشترك اللي جاي من تفاعل فورمالدهايد مع فينول. لو تفتكر معايا كده ان ادي الفينول اهو، وكمان جزيء فينول كانوا بيتفاعلوا مع فورمالدهايد HCHO. كان بيحصل ايه بالظبط؟ كانت H بتطلع من هنا وH من هنا يطلعوا، دي تطلع ودي تطلع، تاخد الأول لفوق فيتكون ميه، وده يلضم الحلقتين ببعض كده. نعد بقى الصيغه كلها، هما كام سي هنا؟ 6. كام سي هنا؟ 6، ودي واحده 7، يبقى هو سي 7. سي 6 و6 12 وواحده 13، اسف سي 13. الاتشات خد بالك 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 و2، يبقى كده كله 12. وعندك O2، يبقى دي الصيغه الجزيئيه. عوض بقى يا باشا عن سي 12 والاتش بواحد والاو بكام؟ ب 16، تطلع الاجابه رقم ب. اللي بعدها R1 بتساوي R1 ده مين؟ معدل التفاعل الطردي. بيساوي ايه؟ بيساوي K1 في تركيز المتفاعلات مرفوع الاس يساوي عدد المولات طبعا. طب وR2 بتساوي K2 في تركيز النواتج. طب انا عاوز اجيب كي سي، طب ما هي كي سي ما هي عباره عن K1 على K2. اقسم K1 على K2، اقسم 2 علامة 6 في 10 أس 3 على 4/10. هتطلع شوف هتطلع كام؟ اعتقد تطلع رقم ألف تقريبا. اعتقد ألف، يعني عموما اقسم دي على دي شوف تطلع كام؟ ألف ب ج د، مش هتاخد بس غالبا تطلع ألف يعني إن شاء الله. أهم حاجة أنا عندي دي K1 ودي K2، اقسم الرقم ده على الرقم ده وزي ما يطلع زي ما يطلع. السؤال اللي بعده، أي مالي يستحيل أن يكون نواتج هدرجت وهيدرة نفس الألكين، نفس الإيه؟ الألكين. وأنا مغمض هو أصلا مفيش ألكين بيبدأ بمس، فالإجابة هتبقى ج وأنا مغمض هي ج، مش مس أصلا. بس نعملها برضو مع بعض. إيثين هدرجة يطلع إيثان. طب هيدرة حفظية يسألون صح. لو انا معايا بروبين عملت له هدرجه يطلع بروبان، عملت له هدرجه حفظيه يطلع كحول بروبيلي ثانوي 2 بروبانول. 2 ميثايل بروبين عملت لها هدرجه يبقى 2 ميثايل بروبان، عملت لها هدرجه حفظيه يطلع 2 كحول بيوتيلي سالسي، دي صح، يبقى الاجابه رقم ج. اللي بعدها حمض مخفف تركيزه ده CA ومدينا الكي بتاعته وعاوز نسبة التعيين، مش درجة التعيين، نسبة التعيين. طيب ما احنا الفا بتساوي جذر كي على سي، يبقى الجذر بعد علامة 8 في 10 أس -5 على 13/100 تحت الجذر. اللي يطلع بقى يا باشا تضربه في 100% عشان تطلع نسبة التعيين. تطلع الإجابة رقم ألف. أنا عاوز نسبة. في الامتحان كتير جدا من الطلبة ينسوا يضربوا فين؟ في 100%، وبالتالي يختار اختيار غلط. بس تلاقيه يختار مثلا دي اللي هي د، لا
اضرب في 100%. لا عاوز نسبة التأيد، ما تنساش نسبة التأيد. اضرب في 100%، اضرب في 100. السؤال اللي بعده. ادي معادلة. ده الضغط بتاع N2O4 مدون. وده بي توتال يعني الضغط الكلي. وعايزين نجيب ضغط ده والكي سي. الاول نطرح دي ناقص دي يطلع ضغط NO2. يبقى ضغط NO2 هيساوي علامة 8 8 4 طرح علامة 5 6 2 5. يطلع الجواب علامة 2 8 1 5. فالإجابة يا ب يا ج. لسه عاوزين نجيب كي بي. كي بي عبارة عن ضغط NO2 تربيع يعني علامة 2 8 1 5 كل تربيع على ضغط N2O4 علامة 5 6 2 5. ربع واقسم هيطلع الإجابة أعتقد ج. ج. عموما ربع واقسم مش هيطلع بيك يا ب ولا ج. سهلة مباشرة برضه. اللي بعدها. طبعا أنا مش بشغل دماغي قوي بموضوع الرقم النهائي هيبقى كام. أم الفكرة المسألة التالية أكبر كثافة. أكبر كثافة عند مين اللي بينزل تحت في القاع أثناء إسخاص الألمنيوم؟ أقصى كثافة اللي بينزل في القاع ألمنيوم. طبعا بوكسايت لا طبعا. فلورسبار لا. ال اف 3 ده كثافته خفيفة يطلع فوق. أما الألمنيوم ده أتقل حاجة يهبط في القاع. هنا بص المعادلة كويس. ده تفاوت شحن ولا تفريغ؟ معادلة معكوسة كده شحن. أنا كده بشحن. واثناء الشحن نكتب كده المعادله الكليه بتاع الشحن كده اهو. بتاع الشحن 2 بي بي اس 4 مع 2 ميه. ده انا بشحن باخد بالك. فيطلع بي بي زائد بي بي او 2 زائد 4 اتش موجب زائد 2 اس او 4 سالب 2. كده شحن بشحن. يبقى طبعا عشان بشحن يبقى خليه تحليليه يعني جلفانيه دي مستبعده. هي الاجابه يا ج يا د. يا ج يا د. طيب وانت بتشحن ايه اللي بيحصل؟ تركيز اتش موجب بيزيد. يبقى الاتش موجب بتزيد تبقى البي اتش بتقل. طب البي او اتش بتزيد. اتش موجب بتزيد بي اتش بتقل بي او اتش بتزيد. يبقى البي اتش تزداد قيمه البي اتش لا غلط تقل. طب تزداد قيمه البي او اتش صح. الاجابه د. د هي اللي صح. هنا تم اذابه 20 جرام ان او اتش في كميه من الماء المقطر وكمل حجم المحلول الى 500 مللي. تعادل 20 مللي من هذا المحلول مع 15 مللي H2SO4. عاوز تركيز الحمض. الاول نحسب تركيز ال NaOH. نجيبها ازاي؟ بسرعه كده. التركيز بتاع ال NaOH بتساوي كتل الماده 20 على الكتله الموليه ل NaOH 40 في الحجم الكلي باللتر 500 مللي يعني نص لتر. يطلع الجواب 1 مولاري. يبقى ال NaOH دي كده ب1 مولاري. عايزين نعرف بقى تركيز الحمض. نكتب المعادله كده ونشوف. يبقى على طول نقول كده نقول 2 NaOH زائد H2SO4. التركيز في الحجم على عدد المولات بيساوي تركيز في الحجم على عدد المولات. بالنسبه ل NaOH تركيزها 1 حجمها 20 على 2. الحمض 15 مللي حجمه مجهول على 1 طرفين فسطين. واجيب التركيز بتاع الحمض. اعتقد تطلع رقم ب. ومن عوض وشوف هتطلع معاك ايه. اعتقد تطلع ب. طبعا برضو بالك انا مش مهتم او بالارقام بس ان شاء الله تطلع رقم ب باذن الله. طيب
كده لحد رقم 33. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول التفاعل ده وادي المخطط بتاعه، اي من القيم التاليه يمكن ان تمثل متوسط طاقه حركه الجزيئات A و B، يعني المتفاعلات عند تصادم. افهم، دي طاقه المتفاعلات، دي طاقه النواتج، دي الطاقه اللي بيبدا عندها التفاعل، يبدا عندها الايه؟ التفاعل. يبقى التفاعل بيبدا عند كام؟ عند 180. يبقى اي جزيء طاقته 180 فما فوق منشط، اقل غير منشط. طب 180 فما فوق منشط فيتفاعل، اقل غير منشط. يبقى انا عاوز حاجه تتفاعل يا 180 او اعلى من 180. 120 غلط، 60 غلط، 30 غلط، 190 تمشي لانه منشط، جزيء منشط فيتفاعل. واضح؟ لان تعريف الجزيئات المنشطه هي الجزيئات التي طاقه حركتها تساوي او اكبر من طاقه التنشيط. السؤال اللي بعده، عدد الروابط سيجما في بنزين عطري ناتج من 7.5 مول من الاستيلين في انبوبه النيكل. انت عندك 3 C2H2 بعمل لها بلمره حلقيه بيطلع بنزين عطري، يعني كل 3 مول من الاستيلين بتطلع مول بنزين. طب مول البنزين ده فيه كام مول سيجما؟ كام مول سيجما؟ فيه 12 مول رابطه سيجما، مش 12 رابطه، 12 مول من الروابط. طيب لو عندي 7.5 مول استخدمتهم هيطلع س مول. اجيب س بتساوي 12 في 7.5 على التلاتة. مين دول؟ ده دول كده عدد مولات الروابط سيجما، عدد مولات روابط سيجما. بس هو عاوز الروابط نفسها مش المولات، يبقى اضرب في عدد افوكادرو. اضرب ده في ده في ده على 3. تاني يا حبيبي ركز معايا، كل 3 مول استيلين بيطلعوا مول بنزين. مول البنزين ده في 12 مول رابطه سيجما، يبقى كل 3 مول استيلين يطلعوا بنزين في 12 مول رابطه سيجما. 12 مول لا، يبقى كل 7.5 يطلعوا س مول. لا، اجيب عدد المولات لحد هنا، دي عدد المولات. بس هو عاوز عدد الروابط، اضرب في عدد الافوكادرو تطلع الاجابه 1000. السؤال اللي بعده R1 وبعدين CH وفيها 2 كلور دخلها 2 KOH. عارفين طبعا لما يكون 2 Cl في الطرف ويخش 2 OH، فطبعا دي هتحول ل OH وهنا تحول لمين؟ ل OH، ويفقد ميه ويتحول لالدهيد. يعني المهم ان ده الدهيد. بس المهم بقى لو بنفهم الالدهيد ده بقى فيه يعني فورمالدهايد ولا ايثانال ولا بروبانال ولا بيوتانال ولا هكسانال، هو ايه؟ هو بس مس ولا اس ولا بروب ولا بيوت. قال لك كده حاجه مهمه قوي، قال لك ان حط ميه فطلع الدهيد، والالقين الوحيد اللي بيطلع الدهيد بالهداره الحفظيه هو الايثاين، يبقى ده فيه 2 سي، لان اي القين تاني بيطلع كيتون. طلع ايه؟ كيتون. فطلع الدهيد، يبقى كده ده ايثاين، يبقى كده عندي الكربون هما 2 بس، ما ينفعش اكتر من كده، لان اكتر من كده هتطلع كيتون. يبقى الاجابه د. طب نشوف بقى السؤال اللي بعده. يرتبط 125,000 مول من كبريتات حديد 2 لا مائيه، يعني FeSO4 من غير ميه، مع كذا جرام ماء تبلور. تمام، عشان يكون كبريتات حديد 2 مائيه. وعند إذابة العينة المتجددة كلها في الميه ضفنا كلوريد كالسيوم، فترسب 46.5 جرام، رسب لونه ابيض، يبقى اكيد اللي ترسب ده كبريتات الكالسيوم. عاوز يعرف اكس دي قد ايه، يعني هي طبعا هي رمزها كده FeSO4
اكس ميه وعاوز يعرف عدد مولات الميه في 1 مول، وعاوز كنت ملح مين؟ المتهدد كله على بعض. طيب اشتغل بالمقص. بص كده معايا، بص يا باشا، العلامة 1.25 مول من FeSO4 مرتبطة ب 15 علامة 7.5 جرام مية. جرام مية. طب كم مول مية؟ اقسم على 18 كده مول مية. يبقى الواحد مول من المركب يرتبط بإكس مول من مية. طرفين في وسطين واجيب الإكس، تطلع إكس بتساوي 7 مول. فالإجابة بالنسبة لي يا ب يا د. نقول تاني، ال 125,000 مول من المركب بيرتبطوا بعدد معين من مولات المية. أقسم الكتلة على الكتلة المولية بتاع المية. يبقى الواحد مول مركب في الصفور يرتبط بإكس مية، تطلع إكس ب7. طيب عايزين نعرف بقى المتهدد قد إيه؟ ناخد الملح المتهدد FeSO4 7 ميه مع الراسب اللي هو CaSO4. نحسب كتلة ده. كتلة ده 278 جرام. طب وده 136 جرام. يبقى ال 46.5 جرام طلع س. عاوز س اضرب ده في ده على ده تطلع 95 علامة 0.5. يبقى عندي 7 مول ميه و95 علامه 0.5، يبقى الاجابه رقم د. السؤال اللي بعده، انت عاوز تحول ملح حديد ثنائي او تجيب ملح حديد ثنائي من ملح حديد ثلاثي، وانت مغمض في الامتحان. لو طلب ابدا بحديد ثلاثي تفعله مع القلوي الاول مع قلوي، فالاجابه بالنسبه لك يا الف يا ب، وانا مغمض كده يا الف يا ب. طب FeCl3 فلما قلوي هيطلع FeOH باي 3، هيبقى حديد مين؟ ثلاثي. لو عملت لها انحلال حراري اوفر 200 هيطلع اكسيد حديد ثلاثي. لو اختزلتها اعلى من 700 يدينا حديد مع حد مخفف يطلع مال حديد ثنائي، يبقى الاجابه رقم الف. طبعا مش ممكن تكون اختزال عمرها الف. السؤال اللي بعده، هو عاوز سي. نفك كده مع بعض. هي سي خارج منها 3 مجموعات ميثايل، وبعدين CH2OH. واضح قوي ان هو كحول اولي. تمام. اكسده تامه بحول مجموعه الكحول الاوليه الى مجموعه كربوكسيل COH. تمام، حلو قوي. فعله مع صوديوم يبقى تشيل الاتش وتحط Na، بقت ملح الحمض. تمام. تكسير الجاف بشيل COONA واحط مكانها H. تمام. فين بقى اطول سلسله؟ اهي، وده فرع من السلسله. عاوز تاخد دي ماشي، تاخد دي ماشي اللي عجبك. يبقى 1 2 3 سمي يا غالي 2 ميثايل بروبان. الجواب 2 ميثايل بروبان. 2 ميثايل بروبان رقم د. السؤال اللي بعده، زبالية الBbCl2 رقم ده. عاوز قانون يحسب KSB. طيب عادي. الBbCl2 هي عبارة عن BB موجب 2 و2Cl سالب 1. دي اكس ودي 2 اكس. يعني لو كانت دي 6 علامة 3 في 10 أس سالب 3، يبقى دي 2 في 6 علامة 3 في 10 أس سالب 3، يبقى دي 6 علامة 3 في 10 أس سالب 3، والثانية 12 علامة 6 في 10 أس سالب 3. طبعا تيجي تحسب القانون هتبقى دي أس 1 ودي أس 2، دي 1 ودي 2، يبقى اختار رقم ايه يا معلم؟ رقم ج. أس 2. تمام رقم ج. اللي بعدها المسائل دي سهله جدا.
هو عاوز الزمن، ما طالما عاوز الزمن يبقى انت محتاج كميه الكهرباء على طول على طول انت مغمض. التيار كام امبير؟ 3. وعندنا ادي طول وعرض عشان تجيب مساحه، ومدي يا معلم سمك عشان يجيب حجم، ومدي كمان كثافه عشان يجيب كتله. ناقص يحلها بصراحه. طيب هنعمل ايه؟ انت لو ضربت 20 في 4 كده يطلع ايه؟ يطلع مساحه السطح. لو ضربتها في السمك، بس هنا خد بالك بالملي، هتبقى 5 من 1000 في 10 أس -1 عشان تبقى ايه؟ السنتي. مساحه في السمك الارتفاع يعني. كده جبنا الحجم. الحجم لو انضرب في الكثافه 10.5 يطلع الكتله. اضرب الكتله في 96500 واقسمها على مكافئ اللي هي 108 تطلع كميه الكهرباء بالكولوم. اقسم كميه الكهرباء بالكولوم على في الاخر على الزمن على التيار الكهربي اللي هو كام؟ 3 امبير، يطلع الزمن بالثواني رقم 1000. تاني بسرعه ركز معايا. انا عملت ايه؟ ضربت 20 في 4 طلع حجم الشريحه. ضربتها في السمك طلع حجم الشريحه. هنا مساحه الشريحه، اسف مساحه الشريحه، وهنا طلع في ارتفاعها يطلع حجمها. طب الحجم ينضرب في الكثافه تطلع الكتله. اضرب الكتله في 6500 واقسم على المكافئ تطلع الكميه الكهربائيه بالكولوم. اقسم الكميه الكهربائيه بالكولوم على التيار بالامبير يطلع الزمن بالثواني رقم 1000. في طرق كتير للحل غير الطريقه دي طبعا، في طرق كتير ده بالحل ممكن بالمقص على طول. هنا بيقول لك ترتيب حسب قوه العامل المؤكسد. يعني الزد اقوى حاجه، يبقى الزد تحت ولا فوق؟ تحت. ومؤكسد يبقى الزد تحت ثم واي ثم اكس ثم دبليو. كده العامل المؤكسد بيزيد. اختر يا معلم الصح. اعلى عناصر القدره على فقد الالكترونات يحصل له اكسده هو دبليو، يعني اللي فوق. طبعا مش محتاجه نكمل خلاص، ما هو الدبليو هو اللي فوق، هو اللي بيفقد بسهوله. اللي بعدها الكان حلقي. الهيدروجين اللي فيه بيساوي البنزين C6H6، يبقى الالكان ده فيه 6 هيدروجين، اذا فيه 3 كربون، اذا هو بروبان حلقي. اللي بعديه الكان حلقي غير متفرع. الهيدروجين اللي فيه قد النفسلين C10H8، يبقى الالكان ده فيه 8 هيدروجين، يبقى 4 كربون، يبقى هو بيوتان حلقي. زد الكان حلقي غير متفرع برضه. الهيدروجين اللي فيه بيساوي الانثراسين سي 14H10، وده معناه ان هو فيه 10H، يبقى الكربون 5، اذا هو بنتان حلقي. هنا الزاويه بين الروابط هنا اهو 60، هنا 90، هنا حوالي 108، فيبقى الاقل نشاط زد ثم واي ثم اكس اعلى نشاط. زد اقل حاجه واي اكس، زد واي اكس، يبقى الاجابه الف. تمام. السؤال اللي بعده، يتفاعل 9 من 100 مول من كي او اتش مع كذا جرام ثلاثي الجليسرايد اللي هو الزيت يعني، عشان يكون صابون وجليسرين اللي هو تصبن. عاوز الكتله الموليه للزيت. طب المعادله اصلا عامله ازاي؟ الزيت عامل كده، ركز كده معايا، CH2O COR CHO COR
CH2OCOR ده الزيت هيتفاعل مع كام مول من KOH؟ 3 عشان يكون جليسرين وصابون 3RCOO. ماشي. المهم هو مديك دي وعاوز دي. بص يا غالي، التسعة من 100 مول من هنا بيتفاعلوا مع 26 علامة 5.2 جرام من هنا. هو قال كده في السؤال. يبقى ال3 مول بيتفاعلوا مع اكس جرام. مين اكس دي؟ اكس دي هي الكتلة المولية للزيت. طرفين وسطين، اضرب 3 في ده على ده، هيطلع الكتلة المولية. تطلع معاك في الاخر رقم د يعني. اضرب ده في ده على ده. نعملها كده بالحساب بسرعة كده بسرعة عشان نتأكد. يبقى 3 في 26 و5.2 على التسعة من 100، 884 مظبوط. الإجابة رقم د مظبوطة. خش يا معلم على المقالي معايا. طيب هنا سخن سيدرايت، والسيدرايت بيسخن في الهواء، خد بالك ده تحميص. وممكن كمان يسخن مع زعل الهواء، بس حسب المعادله بقول لك حسب ظروف المناسبه. هنا طالع CO2 وبعدين يتاكسد، يبقى اكيد ده مش في الهواء بمعزل عن الهواء، يبقى اكيد ده FeO. حلو. FeO اتاكسد يبقى Fe2O3 اكسيد حديد ثلاثي مع حمض مركز يطلع كبريتات حديد ثلاثيه Fe2O4/3. طيب 3 مركبات، يبقى ده اكسيد حديد ثنائي، ده اكسيد حديد ثلاثي، كبريتات حديد ثلاثيه. بالمناسبه يا جماعه، بس احنا بنكتب، عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي بالنسبه للكتابه، نكتب صح. يعني احنا بنكتب بس بسرعه كده عشان الوقت، لكن الصح نكتب كده اهو F كابيتال، E كابيتال، وبعدين 2 صغير كده، وبعدين S كابيتال وكابيتال 4/3. المهم يلا اكتب فقط خطوات تحويل زد الى اكس. انت عاوز تحول زد الى اكس. ملح حديد ثلاثي عاوز تخليه اكسيد حديد ثنائي، تعمل ايه؟ اكيد هتفاعله مع قلوي، هيتكون هيدروكسيد حديد 3، ثم انحلال حراري يطلع اكسيد حديد ثلاثي، ثم اعمل اختزال يطلع FeO. يبقى الاول بعمل تفاعل مع قلوي، تفاعل تعادل، ثم انحلال حراري اكسيد حديد ثلاثي، ثم اختزال. اخر سؤال 7/16 ده طبعا ده هبتان اتش محفزه، طلع اكس، يبقى اكس ده تولوين، التولوين هاكسده في V2O5 هيطلع حمض البنزويك اسيد، هأستره بكحول ايثيلي يطلع استر بنزوات الايثايل، الصيغه البنائيه اسم الايوباك قلنا خلاص، بس اسم الايوباك لمركب الناتج من هدرجه الاكس. مين اكس ده؟ ده الاكس. الاكس لما هدرجه هيبقى عامل كده، هيتشال الرواد باي ويتشبع يبقى كده. هو عاوز اسم الايوباك، ميثايل سايكلو هيكسان، طب انت عملت بقى تحلل نشادري وقاعدي لزد الاستر ده، وانت مغمض الاستر دايما بكسر من هنا. لو تحلل نشادري هيكون بنزاميد وإيثانول، لو تحلل قاعدي هيطلع بنزات صوديوم وإيثانول. كده خلصنا حل الامتحان الشامل الثاني. احنا هنشتغل معاكم طبعا في السنتر بنشتغل معاكم حل شامل اندليف
الارقام الفرديه، يعني بيحل معاكم الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع وهكذا، ده في السنتر. اما على اليوتيوب شغالين معاكم حل الزوجي، يعني الحل الامتحان الثاني ان شاء الله المره الجايه يبقى الرابع، اللي بعديها السادس، اللي بعديها الثامن وهكذا. يا رب يكون قدرت افيدكم بحاجه، بالتوفيق ودعواتكم لينا، وتصبحوا على خير. سلام.